أهلا بكم في نشرة مرور صباح يوم الثلاثاء. يسعدنا أن أكون معكم اللواء أحمد هشام الخبير المروري. كثافات مرورية عالية على معظم المحاور والميادين والطرق الرئيسية في ظل انتشار خدمات مرورية مكثفة. ساعد على هذه الكثافات التقلبات الجوية في الساعات الأولى من الصباح الباكر. لذلك تم تعزيز كافة المناطق المحيطة والمؤدية لمجمع المدارس والجامعات والمصالح الحكومية التي يتردد عليها السادة المواطنين بكثافة بخدمات مرورية مكثفة مدعمة بالأوناش والآليات والمساعدات الفنية لملاحظة حركة سير السيارات وعلى مدار اليوم الكامل. هذا بالإضافة إلى تعزيز الخدمات المرورية على كافة أماكن المتنزهات والمناطق التجارية والمناطق الدينية التي تشهد كثافات بشرية مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك واستقبال وحلول عيد الفطر المبارك بإذن الله تعالى. لذلك تم تعزيز تلك المناطق بخدمات مرورية مكثفة مدعمة بالأوناش لسرعة التعامل مع الانتظار الخاطئ والمواقف العشوائية وإرشاد قيادي السيارات إلى ساحات الانتظار البديلة. مباراة هامة اليوم في كرة القدم بين منتخب مصر القومي ومنتخب سيراليون في تصفيات كأس العالم 2026. خطة تأمين شاملة وضعتها مديرية أمن القاهرة مع الجهات الأمنية الأخرى لتأمين المباراة الساعة 9 مساء باستاد القاهرة الدولي بحضور 60,000 متفرج.